مرحبا بكم من جديد. نكمل القصة الجزء الثالث. طبعا مثل ما ذكرت لكم، عندما تم التبادل بين البنتين بالملابس، بين السمراء والبيضاء، كان عشيق هذه البنت البيضاء متواجد، فأتى وبيده حديد فضرب البنت من الخلف حتى فقدت الوعي، وتم صب البترول أو البنزين على هذه الفتاة المغمى عليها وتم حرقها. فكانت مثل ما ذكرت لكم في فتحة مقابل هذه البقالة أو الدكان، فكانت في فتحة كان يخرج منها الدخان بشكل كثيف، وصاحب البقالة يعلم ويدرك أنه ليس أحدا متواجد في هذا البيت، فاتصل على الإطفاء. هناك حريق يا إطفاء يا مطافي، فأتت الإطفاء وأتى الإسعاف تحسبا إذا في أشخاص، وكذلك رجل وجنود من الأمن هرعوا إلى المكان، وعند تم كسر الباب. فكسروا الباب يا أخوان، وعندما دخلوا يعني وجدوا العاشق والعاشقة، طبعا ذات البشرة البيضاء مع عاشقها، منتظرين حتى تنتهي البنت من الحريق أو تحرق بشكل كامل. ولكن عندما دخلت هذه المطفاة وبعد كسر الباب، حصلوا في حركة في البنت عادها تتألم من الحريق، يعني كانت الإسعاف قريبة جدا، يعني مركز الإسعاف أو كان قريب جدا من في المنطقة. فأتى وأطفأ البنت، فعندما مسكوا يعني البنت سألوها قبل أن ينقطع نفسها: من أنت؟ بنت من؟ فجابت عليهم وهي محرقة بشكل عام. قالت لهم: أني فلانة بنت فلان بنت فلان، وفارقت الحياة. فكان الله سبحانه وتعالى هو الذي أنطقها أن تأتي اسمها بالكامل لكي لا يضيع حقها. وتوفت البنت على الفور، فأخذت رجال الأمن أخذوا الجناه الفتاة وعشيقها إلى السجن، وأخذوا هذه البنت بعد وفاتها إلى مستشفى الثورة المشهور في صنعاء. طبعا تأخر الوقت، فكانت الأم هذه الفتاة ذات البشرة السمراء قلقة جدا. البنت اليوم تأخرت، أذن الظهر فلم تأتي هذه البنت، فانتظروها إلى ما بين الظهر والعصر فلم تأتي، فأذن العصر فلم تأتي البنت. فهنا يعني جالها القلق أكثر.